ومما يدل على هذا المنح ما جاء في السنن بسند صحيح من حديث الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء إليه رجل وهو في حلقته فقال: يا ابن عم رسول الله، إنني أحببت امرأة فخطبتها فرفضتني، ثم خطبها غيري فقبلته، فأدركني حنق عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: ألك والدة؟ قال: لا، يعني أمي ليست حية. قال: يا ابن أخي، تب إلى الله واستغفر وأكثر من الأعمال الصالحة. ثم خرج الرجل من الحلقة، فجاء عطاء أحد تلاميذ ابن عباس فقال: يا ابن عم رسول الله، أراك سألت الرجل عن أمه. فقال ابن عباس: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. ألا يا شمعة ضوت بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر، ألا يا عطر أوقاتي، ألا يا سمحة الخاطر، ترى قسوتك عندي لين، وقولك يا حبيبي لي تزيل الهم عن ذاتي. أبوصفها وشوصفها ملاك كاملة بالزين، وزاد الله حلاها يوم صورها بنظراتي، جمال الغيد في كفه وهي زادت بعد ضعفين، خلق ما دين مع رقه وصبر فوق طاقاتي. أنا داري دواويني بتعجز عن سداد الدين، وأحس إني مقصر لو كتبت الشعر وبياتي. عرفت من لها بياتي ومني سيدة الحلوين، هديك أمي يا هي أمي، لها بالقلب نبضات.